السلام عليكم، معكم خديجة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف دائما. ومبروك المنتخب الوطني الفوز على البرازيل بطبيعة الحال، لأن الفرحة كانت لا تصور. بطبيعة الحال هنا الوصفة ديال الطعمية، ونبداو على بركة الله. بسم الله، على بركة الله. بركة الله. الوصفة ديال اليوم عندنا ربعة ديال الفول. كما كتشوفوا كنغسلوه، الفول يابس ولا كان عندكم هذاك اللي تيكون خضر باقي خضر راه مزيان، المهم يكون مقشر. كنغسلوه، وكان هذا اليابس نفزقوه يبات مرقد ليله. مثلا بغينا نديروه للغد، نرقدوه بالليل. بغينا نديروه في الليل نديروه الصباح بكري ي- يتغسل ويترقد ونخدمو به. هنا كما كتشوفوا المكونات اللي عندنا بصله، ثومه، جوج دريسه ديال الثومه. من الافضل تكون البصله خضريه، هذيك اللي تتكون طويله. المهم المكونات كما كتشوفوا: السودانيه، الملحه، البيض، هنا المعدنوس والقزبر والثومه، ومعلقه كبيره ديال الجنجلان، معلقه كبيره ديال القزبر يابس. يعني هادو هما المكونات اللي كاينين، يعني المكونات قلال ما كاينش بزاف، وكتجي وصفه زوينه مغايره الفول كما كناكلوه حنايا، يعني بصاره ولا هذاك المشرمل ولا اي نوع، يعني هذه شكل اخر ديال الفول. هنا كما كتشوفوا هذا هو الفول، يعني طحناه النبل ولا الطحنه الاولى طحناه غير بوحدو. يعني المهم على حسب كل سيده شنو الطحانه اللي عندها. انا عندي واحد الطحانه ديال اليد. المهم كان طحنتها وعاود طحنته مع البصله والثومه، يعني الطحنه الثانيه طحنته مع البصله والثومه. يعني هي في الصراحه من الافضل تكون ديك البصله الخضريه، هذاك اللي تيكون فيها هذاك العريشات ديالها خضرين، ديك الطويله. يعني يا سلام، تتجي عند هذيك عندها واحد البنه ما شاء الله. هنا كما كتشوفوا معلقه ديال الملحه ومعلقه ديال السودانيه حاره بطبيعه الحال. هنا كنزيدوا معلقه كبيره ديال جنجلان بطبيعه الحال منقي ويعني متول. هنا معلقه ديال القزبر راه ماشي الكمون، هذا راه القزبر يابس مطحون. هادو هما المكونات اللي كاينين في هذه الوصفه هذه، اللي هي الطعميه ديال المصريين. مهم بطريقه، يعني حاولت انني نديرها بالطريقه ديالهم، تنتمنى تكون يعني هي هذيك، ولكن كتجي بنينه. تنتمنى منكم تجربوها، يعني كتجي لذيذه الصراحه، خصوصا الوليدات الصغار اللي عندهم وليدات صغار يجربوها بعينيهم مغمضين. هنا كما كتشوفوا هنايا انا عندي ديجا في الدار، عندي في الثلاجه، يعني هذا المعدنوس والقزبر، يعني مقطعين. يكون مقطع وداكشي، ولكن يكون من الافضل يكون ناشف، يعني ما يكونش كما كنقولوا فيه هكا زيت زيتون ولا. ولكن انا ما كاينش فيه زيت زيتون بزاف، يعني ماشي خفيف، يعني جري عاقد كما كتشوفوا. المهم تتخلطوا المكونات حتى ينسجموا لينا، يعني نحاولوا نخلطوهم، نعطيهم شويه ديال الخاطر. يعني كيجيو حيت الخليط شويه مرمل، لان الفول راه كما كتشوفوا راه ما مطحونش يعني بزاف. يعني الطحانه عندي ماشي طحناتو بزاف، خلاته بحال مسمد. كنخلطوا هذا الشيء بطبيعه الحال، وكنضيفوا البيض كما تتشوفوا، ما غنضيفوش دقه واحده يعني كامل. هي هاد الوصفه يعني فيها هاد القياس ديال هاد جوج بيضات، وممكن ديروا غير بيضه واحده راه ماشي مشكل، ماشي زعما. غير هي البيض تيخليه شويه، تيعطي واحد، تيخليه يجي شويه فتي. راه الوصفه تقريبا كما كنقولوا شبيهه الوصفه ديال المعقوده اللي كنديروا حنايا، غير هذه بالفول، وحنا الاخرى كنديروها بالبطاطا مسلوقه. بطبيعه الحال مع اختلاف بعض المكونات بطبيعه الحال. المهم كما كتشوفوا تنخلطوا مزيان، تنحاولوا كما كتشوفوا كنمعسوا بالمعلقه بحال كنعركوا، باش هذوك المكونات يدخلوا في الفول ويشرب هذوك المكونات، يعني يشرب هذيك العطريه ديك السودانيه وداك الشيء. وبطبيعه الحال اللي بغى يزيد الحار، يعني النسمه ديال السودانيه، يعني كما تشوفوا غبره، يزيدها بطبيعه الحال، تبقى اختياريه الواحد، يعني يكون شويه ديال التوازن. هي هاد الوصفه تكون شويه ما حاراش بزاف، ما تكونش ثاني حاره بزاف باش الواحد ياكلها.
حتى الا كان عندك الناس كبار في الدار ولا هكا الوليدات الصغار ما كيقدروش ياكلوا الحار بزاف. صافي هنا كما كتشوفوا تنحاولوا نخليوها نخلطوها ونقادوها ونحتفظوا بها. بطبيعه الحال غنمشيو للكوزينه كما تشوفوا الخليط كيفاش داير. انا وريتكم بصبعي غير باش تشوفوا الخليط كيف داير، يعني ماشي خفيف. صافي هنا كناخذوا مقله، كنديروا الزيت شويه وافي باش هنا غير واحد المورسو ديال الفيديو ما عرفتش كيفاش تقطع فاش كنت نكور. المهم هنا كما كتشوفوا تنديروا كويرات، راه ما كنفندوهم في حتى شي حاجه، راه نيشان كنكورهم في يدينا القياس اللي بغينا بطبيعه الحال، كنرميوهم في المقله. يعني ما كنحاولوا نجمعوهم في يدينا نكوروهم ونحاولوا نحطوهم بشويه باش ما يتشتوش لينا، كنحطوهم في المقله. ما كنحركوش ديك الساعه لان غادي يتشتت، يعني تجمع راسها عاد هكا نحركو يعني شويه ديال الخاطر ون يعني الواحد يدير واحد الحاجه وهو كيبغيها، ماشي يديرها هو معصاب ولا شي حاجه. يعني نحاولوا نعطيو الوصفه الخاطر تتجي بنينه وتتجي لذيذه. بطبيعه الحال تنتمنى منكم ديروا جيم لا فيديو. بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو عجبتكم الوصفه، وبطبيعه الحال تنتمنى منكم تجربوها وتردوا عليا تقولوا لي راني جربنا الوصفه ديالك، ماشي ديالي هي ديال ماليها. المهم هي وصفه زوينه وخفيفه، يعني تقدروا تصوبوها مثلا في هاد الكسكروط، ماشي زعما بالضبط للغدا ولا شي حاجه. خصنا دابا هي الجو بارد، يعني كاين البرد، يعني الانسان يغير. وصفه صحيه يعني ولو انها مقليه، يعني مره كنتشهاو شي حاجه مقليه متى تكون مقرمله كنتشهاوها بطبيعه الحال. وهنا كما شفتوا دايره هذيك الستايه ديك الصفايه راها معروفه ديال الكوكوط. نحطوا فيها هذوك سميتو باش يتسقطر لينا هذاك يعني تسقطر من الزيت. كما كتشوفوا نحاولوا نخليوها غير واحد اللون مذهب. كما كتشوفوا ما نخليوهاش تتحمر بزاف ولا تحرق، حيت دغيا راها في ساعه غادي تشوط. العافيه ما تكونش مجهده بزاف باش يطيب كما كنقولوا، باش ينضج، يعني كيفاش كنقولوا لها باللغه العربيه، يعني ياخد يعني يطيب مزيان، يعني يطبخ لينا مزيان ويكون مقرمل، ماشي يكون خضار من داخل بزاف. ولا هو خاصو يكون العافيه قلي ما تكونش بزاف مجهده باش ماشي غير تشوط لينا الوجه وصافي غير القشره الفوقانيه. لا، حنا غرضنا بها تطيب على خاطرها وتحمر وتكون مقرمله زوينه. منين نعضوها تكون يعني نحسوا بانها طيبه. كما شفتوا رانا كنكور وكنحط، ولو انها بعيد عليا يعني الكاميرا حاطاها نيشان على المقله، يعني كنحطها تنشد في راسها عاده تنحركها من بلاصتها على حسب. المقله عندي ما كبيراش بزاف، يعني باش نتسع فين نحط الاخرين. هذا ما كان، يعني هذا هو الوصفه ديال اليوم. ان شاء الله نتمنى تعجبكم وتجربوها وديروا لايك، ومرحبا بالتعليقات ديالكم والانتقادات ديالكم على راسي وعينيا. كما كتشوفوا القياس راه يعني القياس اللي بغيتو، كما تتشوفوا القياس اللي بغيتو، يعني كتكوروها صافي ما كتبسطوهم حتى شي حاجه تتخليو. انا خليتها هكا بومبي وتجي زوينه شويه حلوه. اما الا بقيتو ترقوا فيها راه غادي كيفاش نقول لكم غتجي رقيقه بزاف. صافي هنايا كما كتشوف تنكملوا الكميه اللي عندنا. الكميه اللي عندنا ماشي بزاف، يعني غير 250 غرام رابعه ديال الفول. يعني هي الوصفه راها ممكن ديريها بالفول، ممكن ديريها بالحمص حتى هو يترقد ويتفسخ بطبيعه الحال الزول اللي يدير القشر ديالو ويتطحن بنفس الطريقه، يعني نفس الطريقه اللي بغا يديرو حتى هو كيجي بنين وتيجي لذيذ. يعني وصفه مغايره شويه نغيروا من الروتين ديالنا. مرحبا بكم اللي شاف اللي مثلا شاف الوصفات ديالي ولا شاف القناه ديالي اول مره، ويعني
نتمنى تعجبوا بطبيعه الحال المحتوى ديال القناه، لانه المحتوى ديال الطبخ والحلويات بطبيعه الحال ماشي شي حاجه اخرى. بطبيعه الحال يكون محتوى هادف بطبيعه الحال، ماشي شي حاجه ديال التفاهه ولا شي حاجه ديال اللي ما غاديش تنفع الناس. يعني الله يقدرنا بطبيعه الحال، ولو اننا باقيين مازال ما المهم يعني باقي يعني القناه ما تحركت كما كنقولوا. يعني ولو البعض تيقول لك هاد المشاهدات هذه اللي عندي وداكشي راه يعني حققتي ال يعني تفعيلات والقناه وكذا، لكن مازال ما يعني هذاك البون كود باقي ما وصلنيش. يعني باقي ما تيحسبوش ليا الادسنس ديالي. مازال حنا تنتقاتلوا معها شويه بشويه. الله يسخر الامور. الله يسر الامور، اش اللي غنقول. وشكرا للناس اللي تيدعموني بطبيعه الحال. بزاف الناس اللي صراحه تيحاولوا يشجعوني بطبيعه الحال وتيدعموني وتيقدموا لي يد المساعده، والناس اللي تنسولهم في اي حاجه ما كنفهمش فيها وكيقدموها ليا بطبيعه الحال. ان شاء الله ندير لكم شي فيديو على هاد الناس، هاد الطريقه ديال الدعم ديالي اللي الناس يدعمونا. يعني مهم كيشجعوك بعدا بطبيعه الحال وتيوريوك شنو دير وشنو هادي، لان هاد الدومين ديال الانترنت راه ماشي ساهل. يعني باش انك دير قناه ولا شي حاجه وانت ما عندك حتى شي فكره عليها، يعني ماشي ساهل. يعني الناس راه كاين اللي يعاونك وكاين اللي ما كيبغيش. يعني ماشي كاع الناس اللي، وكاينين الناس طبيعه الحال اللي تيكونوا يعني تيديروا لك الدعم مادي ماشي مشكل، ولكن المهم يكون الدعم يعني حقيقي بطبيعه الحال، ويكون واحد ال... واحد النتيجه. يعني تشوف النتيجه بعينيك بطبيعه الحال راه كتفرحك، واخا يعني تعطي الفلوس اللي عطيتي، لان بعض الامور ما يمكنش ديرها بوحدك. لانها تتبغي شويه يعني كتعرف كيف نقولوا، كيفاش تحط الفيديو، كيفاش هادي هذا ما كان. المهم الوصفه كما تتشوفوها هي هذه. فرشنا شويه الخس مقطع وحطينا كما كتشوفوهم جاو كويرات يعني محمرين مذهبين كيشهيو بطبيعه الحال. واحد الرائحه ما شاء الله. تمنيت انها تكون تشموها، يعني واحد الريحه كتشهي. يعني غير هو الصراحه هذه الوصفه هذه تتبغي تكال سخونه، يعني غير هكا غير تقلا غير تحمر. تسربيوها يعني تحطوها تكال، يعني لا بردات. يعني هي ماشي غنقول لك البردات ما تكاش، ولكن من الافضل تكون سخونه، يعني تكون يعني باقا دافيه. صافي انا خديت هاد الطوماط سوريز باش نهرسوا واحد اللون ديال هذاك كنوع من التزيين وصافي. يعني حتى هاد الطوماط سوريز راه غتسكي بطبيعه الحال، راها يعني صحيه ولذيذه. يعني الواحد يغير واحد شويه وصافي. وبطبيعه الحال تنتمنى منكم تكملوا لا فيديو. شكرا لكم، وهذا مكان. وما تنساوش ديروا لايك الفيديو، ومرحبا بالتعليقات ديالكم، وغنشوف بطبيعه الحال في بطبيعه الحال الكومونتيرات ديالكم نشوفها ان شاء الله. وشكرا للجميع. خليكم بقيه الفيديو.